كتابك. يقول وياخذ كتابه، يقول ويقرا كتابه وكتابي، يقول وياخذ من كتابي ويحط فيه كتابه ويعطيك كتابه. راح قال وانت هات كتابك للثاني وياخذه ويقراه. يقول وياخذ من كتابه ويحط في كتابي ويعطيك كتابه. قال رح وراح. يقول انا بروح. قال لا انت ما تروح، تعال. يقول ويجيبني ويقعدني. يقول اتفرج ولا اقدر اقوم. يقول واشوف العذاب هذا. يقول يوم راح وجاب له مسمار اطول من المسامير ذي كلها اللي شفتها، هذيك تروع الحاله. يقول هذا اعظم. يقول وياخذه، يقول وينزله في قدر اللي فيه الزيت هذا. يقول ويطلعه. يقول والله هم حد المسمار من تحت. يقول والله ان فيه نقطه زيت كبيره، يقول انها تطبخ تغلي، اللي بس نقطه المسمار. يقول هذا بيطق في راسي هالحين هالمسمار. يقول جابه لي. يقول يوم حطه على راسي، يقول النقطه لمست راسي. يقول والله انها صالخت من اللحم من العظم. يقول وانا اصرخ طول بطني من حرها. يقول ما دريت الا انا هناك واقف على حيلي. صحى من نومه. يقول لا تسأل عن حالي ذيك اللحظة، لكني انفجرت أصيح أبكي من قلب. يقول واضم يدي على صدري من الخوف. يقول واجلس. يقول وابكي وابكي وابكي. يقول ياخذ لي ساعة. يقول انا ما ادري وش انا فيه. يقول ناظرت الوقت ولا باقي على صلاة الفجر يمكن ساعتين ساعتين ونص. يقول وتعوذ من الشيطان واستغفر واستغفر واستغفر. يقول وتجدد واصلي اللي يكتب الله لي. يقول ولا صليت لي ركعة ركعتين. يقول ما عاد رجلي لها الحين ما تشيل. يقول قعدت وقعدت ابكي. يقول لين صحوا عيالي الفجر جو. يقول اول ما شافوني قالوا وش فيك؟ عسى الجماعة فيهم شيء، وش في وجهك؟ قال لا تكلمون، لا حد يكلمني، روحوا صلوا ولا تجوني. يقولوا يروحون يصلون. يقول اتبعهم للمسجد. يقول اعود على بيتي واجلس لين اشرقت الشمس. يقول وانا في حاله ما يعلم بها الا الله. يقول وانا اروح الشيخ توفي رحمه الله، بالمناسبه يا ليت الجميع يترحم عليه، انا والله ما اعرفه بس اسمع به، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه وعنه. يقول شيخ جليل عندنا في صنعاء له مسجد معروف، يقول يدرس العلم ويدرس القرآن ويفسر الأحلام ويفتي، اسمه محمد إسماعيل العمراني، معروف عند أهل صنعاء رحمه الله رحمة واسعة. يقول ما توفى. هذا عالم من العلماء من كبار القضاة في اليمن والله. نعم. أنا والله ما سمعت إلا من القصة، لكن الله يغفر لي ويرحمه ويشهد الله على محبته في الله رحمه الله رحمه الله. يقول واروح له. يقول رجل خير. يقول أول من وقف عنده أنا الصبح. قال خير عسى خير. قلت يا شيخ خير إن شاء الله. يقول أنا من الفشيلة. يقول ما ودي أقولها، ما ودي أقولها. يقول صرت أناظر الأرض وهو واقف وأنا واقف. يقول أعطيه السالفة كلها الحلم بس الرؤيا. يقول يوم رفعت رأسي يقول لحية الشيخ والله أنها مبتلة من دموعه. قال يا ولدي أسأل الله أن يلطف بك، أسأل الله أن يلطف. يا ولدي أسألك بالله وش آخر أعمالك اللي سويتها قريب؟ يقول قلت حجيت يا شيخ. قال أشهد أن لا إله إلا الله. والله يا ولدي إنك رأيت الجنة مرأى العين ورأيت النار مرأى العين، ولكن أسأل الله أن يلطف بك. النصيحة اللي عندي وأنا أبوك الآن. قال نعم يا شيخ. قال تقدر توصل لأهل البلك ذولا؟ علمه طبعا. قال وش سالفة الاثنين هذولا معك؟ قال هذولا يوم اني شباب مثل ما ذكرت لكم، يعني سولت لي نفسي وبس، والله انها مرتين والله مع هذا ومع هذا بس، ولا غيره ما غشيت في حياتي. قال تقدر توصل لهم؟ قال لا والله ما اقدر، السعودية كبيرة وين القاهم سنين. قال طيب تقدر تقدر قيمة البلك؟ قال نعم. قال اظهر دبله ابر ذمتك وتصدق بها على الفقراء على نيتهم والزم الاستغفار. أسأل الله أن يغفر لك ولدي، هذا اللي في يدي لك وسلامتكم وعفاكم. لكن هذه فيها موعظة كبيرة على حقوق العباد، وأن الإنسان ما يستهين بحق الناس.